طيب الله أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. الوزير عثمان صالح يلقي كلمة في القمة الدولية حول سلبيات العقوبات الدولية. مشاركة الشباب في التنمية بمديرية بريق. الحفاظ على التراث غير المادي في إقليم القاشبركة. مقتل جنود وأكثر من 50 إرهابيا في نيجيريا. روسيا تطلق أول صاروخ فلسطيني عبر للقارات على أوكرانيا منذ بداية الحرب. ماليزيا وفيتنام تتفقان على تعزيز التعاون والسلام في بحر الصين الجنوبي. إلى التفاصيل. ألقى الوزير عثمان صالح كلمة يوم أمس 21 من نوفمبر الجاري في القمة الدولية حول سلبيات العقوبات الدولية التي تعقد لأول مرة ضمن هذا السياق في جنيف تحت شعار العقوبات والحقوق التجارية والإنسانية. وذكر الوزير عثمان في مشاركته عبر المنزل فرض مجلس الأمن عقوبات غير أخلاقية وقانونية ضد إريتريا في عامي 2009-2011 ضمن جهود معادية لإريتريا التي هدفت إلى إضعاف إمكانيات إريتريا لعدم تمكينها من الدفاع عن سيادتها الوطنية ومن ثم تعريضها إلى الاستهداف المباشر وغير المبرر كأجندة عصبة الويانة الذي تم التقائه بعدما توفرت الأدلة بعد 10 أعوام من الضغوط في العام 2018. وأوضح أنه بالرغم من ذلك قيام بعض الدول بتجاوزات مماثلة بفرض عقوبات فردية مخالفة للأعراف والمعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أن استهداف العقوبات الدولية للدول لا يؤثر على البرامج التنموية للشعوب إلى جانب توسعها لإطلال تفكيك الروابط التاريخية العريقة بين الشعوب المتجاورة، ما يعرض البرامج التنموية إلى خطر تهدد تطور المنطقة ككل. وأكد بشدة معارضة إريتريا للممارسات غير العدلية وغير القانونية التي ترتكبها بعض الدول لانتهاك سيادة الدول المستهدفة، وأنها جاهزة دوما للشراكة بسبل الاحترام المتبادل لحل الخلافات وإيجاد حلول جذرية تخدم مصالح الشعوب والأجيال. عقد قسم الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط ورشة عمل يوم 21 من نوفمبر في سعد كريستيان بالتعاون مع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة لتحقيق المشاركة الشبابية في التنمية الزراعية. وأوضح مسؤول الزراعة في المديرية السيد ماجور منجستا بأن وزارة الزراعة تعمل بوضع خطة استراتيجية خماسية من العام 2024 إلى العام 2028 ويتطلب من الشباب العمل لإنجاحها. قدمت في الورشة أوراق عمل حول تجربة الشباب ومشاركتهم في أنشطة الحفاظ على التربة والمياه فضلا عن التنمية الزراعية والحيوانية والصيد الأسماك. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الأوسط السيد سامسون كفلي إن ورشة العمل تم تنظيمها تقديرا لمساهمة الشباب في التنمية الزراعية والتطور الاجتماعي والاقتصادي. وأفاد ممثل قسم الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط السيد أسرت هيلي إلى أن البرنامج هو استمرار لهدف ضمان الغذاء المتكامل للجميع وفي كل مكان. ودعا المدير العام لإدارة الإقليم الأوسط السيد زريت ولد برهان الشباب إلى زيادة مساهمتهم لتحقيق أهداف وزارة الزراعة والاتحاد باعتبارهم رواد برامج التنمية. في غضون ذلك تخرج الشباب المتدربون في الاقتراع والصناعة ل7 أشهر في المقر المركزي للاتحاد الوطني للشباب والطلبة ومختلف المهن ل3 أشهر في مديريات قلة نفحي وسرجغة وبريق بحضور حكم الإقليم الأوسط السيد فيساي هيلي ورئيس الاتحاد السيد صالح أحمد دين. عقد مكتب السجل العقاري في إقليم القاشبركة سيمينارا في تسني حول تسجيل الممتلكات غير المتنقلة.
وأوضح مسؤول المكتب بالإنابة السيد سمر سويل أن المهم تسجيل المواطنين للأراضي والمباني وغيرها من الممتلكات قبل وبعد الاستغلال بموجب المرسوم رقم 95 لعام 1997 لضمان الحق والتوثيق القانوني وإيجاد حل للخلافات في الورثة والوكلاء. وقال بالرغم من بدء المكتب نشاطه منذ فترة طويلة لم يأتي أحد التعرف على تعليمات السجل العقاري، داعيا المواطنين لتقديم وثائقهم الكاملة وتعاون قسم التنمية المعمارية وشركائه. من جانبه دعا مدير مديرية السنية السيد سيون غبريسوس المواطنين لتسجيل عقاراتهم وأراضيهم وتعزيز الجهات الشريكة تعاونها في إعداد الوثائق. أفاد المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في إقليم القشبرك السيد إدريس صالح أن جهود متواصلة للحفاظ على التراث غير المادي وتوثيقه. وأوضح في مناسبة مهرجان سباق الثيران الذي جرى يومي 18 و19 في غوينية بأن الاحتفالات التراثية التي جرت في منطقتي أسواق وزارديل لغوميتي النار والكنامة جزء من أنشطة الحفاظ على التراث غير المادي. وذكر قيام القسم بالدراسات والتوثيق للحفاظ على التراث غير المادي وتقديمه في المنتديات الوطنية والعالمية. من جانبه أوضح عضو الدراسات وبحوث التراث غير المادي السيد داود أشاوش أن تراثيات المنظمة تشمل الفنون والصيد وغيرها. نظمت الكونفدرالية الوطنية للعمال دورة تدريبية من 19 وحتى 21 من نوفمبر في مصوع لتعزيز قادة الكونفدرالية. تضمن تدريب إعداد الاتفاقيات الاجتماعية والاتفاقات المشتركة والإدارة والقيادة لقادة 41 نقابة في الكونفدرالية الوطنية للعمال. وأوضح مسؤول التدريب وتنمية القدرات البشرية في الكونفدرالية السيد مولجيتا فسهاسين أن الكونفدرالية تعمل لتوعية وتأهيل أعضائها. وقدمت في الختام الشهادات على المتدربين. أعلنت مسؤولة الشؤون السياسية في الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الأوسط السيد سولومي غبرسلاسي أن الاتحاد يعمل لتوعية المرأة وتقوية تنظيمها. وقالت أن أنشطة التوعية تنظم باستمرار لتعريف المرأة بحقوقها وواجباتها وتأمين المساواة من خلال العمل وخلق فرص التمكين. وذكرت بأن الاتحاد يعمل لوجود رياض الأطفال في مواقع عمل المرأة لكونه يساعد في الكفاءة والفعالية، ويجب من جميع المؤسسات الاهتمام بذلك. أشارت وزارة الزراعة بأنشطة الحفاظ على المياه والتربة التي يقوم بها المزارع النموذجي في عد خينتاف ومديرية عد قيح. وأفاد خبير الزراعة والحياة وحفظ التربة والمياه السيد أبراهام بيّن أن العمل الذي يقوم به المعاقل حرب تعمز قاد حنوم في بناء المدرجات والحواجز المائية وتثبيت التربة وزراعة مختلف أنواع الزراء يساهم في استقرار البيئة ورفع الإنتاجية. وقال أن مكتب وزارة الزراعة في مديرية عد قيح قدم دعما بالسماد وبذور الذرة الشامية للتشجيع والتأثير على الآخرين. وذكر مسؤول نقطة عد خيتا السيد أبراهام محري إن المزارع طعمزق أصبح مثالا للعطاء والتفاني في محيطه. وأوضح المزارع طعمزق أنه بدأ العمل انطلاقا من ثقته في إمكانية النجاح في العمل رغم أوضاع الإعاقة، ويقوم إلى جانب الزراعة المطرية بتربية النحل والتنمية المروية. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. استعادت جماعة بوكو حرام الموالية لتنظيم داعش الإرهابي قدرتها على المبادرة والهجوم في مناطق مختلفة بشمال نيجيريا. وشنت هجوما استهدف قاعدة عسكرية تابعة للجيش قتل فيها 5 جنود على الأقل وأصيب 10 جنود، فيما قال الجيش أنه قتل أكثر من 50 من عناصر الجماعة الإرهابية.
وقالت قيادة الجيش النيجيري في بيان أن الهجوم الإرهابي الذي شنه فرع من جماعة بوكو حرام في غرب أفريقيا استهدف القوات المتمركزة بموقع عمليات التثبيت بقرية كارتيو بولاية بورنو في أقصى شمال شرق نيجيريا على الحدود مع دولة النيجر. وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم قيادة الجيش أن القوات المسلحة نجحت في القضاء على عدد من الإرهابيين واستعادة أسلحة كانت بحوزتهم، مشيرا إلى تكبد الجيش خسائر مادية فادحة، حيث أن منفذي الهجوم الإرهابي أحرقوا بعض المعدات بما في ذلك شاحنة محملة بالأسلحة و3 مركبات تكتيكية وجرافة. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو اختبرت صاروخا جديدا متوسط المدى في ضربة على أوكرانيا، وكانت كييف أعلنت أنها تلقت الضربة أن موسكو أطلقت صاروخا بلاستيا عابر للقارات نحو مدينة دينبور وسط شرق البلاد في هجوم هو الأول من نوعه منذ بداية الحرب. وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن بلاده من الممكن أن تستخدم سلاحها ضد الدول التي سمحت لكييف باستخدام صواريخها لضرب روسيا. وقال في خطاب تلفزيوني إن الضربة الروسية على مدينة دنبور وسط أوكرانيا جاءت ردا على الضربات الأوكرانية على روسيا هذا الأسبوع التي استخدمت فيها صواريخ أمريكية وبريطانية بعيدة المدى. وأعلن بوتين أن روسيا ستصدر تحذيرات مسبقة إذا شنت المزيد من الضربات بمثل هذا الصاروخ ضد أوكرانيا للسماح للمدنيين بالإخلاء. وحذر من أن أنظمة الدفاع الجوية الأمريكية لن تكون قادرة على اعتراض الصواريخ الروسية. ويأتي هذا الهجوم بعد أن قامت أوكرانيا بإطلاق صواريخ أستروم شادو بعيدة المدى التي تم تزويدها من قبل المملكة المتحدة على أهداف داخل الأراضي الروسية للمرة الأولى. اتفقت ماليزيا وفيتنام على تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف سبل التعاون بشأن التوترات المتزايدة حول المياه المتنازع عليها. وأكد الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي توم لو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في ماليزيا أن الجانبان تعهدا بمواصلة العمل بشكل وثيق للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار وحرية التحليق وسلامة الملاحة في بحر الصين الجنوبي وتعزيز التسوية السلمية للنزاعات. من جهته أشاد إبراهيم بالدعم المستمر من فيتنام للشركات الماليزية التي استثمرت أكثر من 13 مليار دولار أمريكي عبر 700 مشروع في فيتنام. وذكر أنه والليم اتفقا على استكشاف إمكانية بذل جهود مشتركة في صناعة الصيد بما يمكنهم من العمل على أساس الثقة والصداقة، واصفا زيارة لام بأنها ذات مغزى كبير. وشهد القائدان توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الترويج التجاري بين هيئتي التجارة في ماليزيا وفيتنام وتوقيع مذكرة تعاون في مجال الطاقة المتجددة. في هجوم دموي وقع في شمال غرب باكستان قتل 38 شخصا على الأقل وأصيب عشرات آخرون بجروح جراء إطلاق نار على مركبات كانت تحمل مدنيين من الطائفة الشيعية في واحدة من أكثر الهجمات دموية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة. ووقع الهجوم في منطقة كوارم التي تقع في محافظة خيبر بختونخ التي شهدت المنطقة في الأشهر الأخيرة اشتباكات طائفية مما أسفر عن مقتل العشرات. ولم تتبنى أي جهة مسؤولية الهجوم فورا، ولكن الهجوم يأتي بعد أسبوع من إعادة فتح أحد الطرق الرئيسية في المنطقة الذي كان قد أغلق لأسابيع بسبب اشتباكات دموية سابقة. تذكير بالعناوين مرة أخرى. الوزير عثمان صالح يلقي كلمة في القمة الدولية حول سلبيات العقوبات الدولية. ورشة عمل لمشاركة الشباب في التنمية الزراعية. الحفاظ على التراث غير المادي في إقليم القاش بركة.
مقتل جنود وأكثر من 50 إرهابيا في نيجيريا. روسيا تطلق أول صاروخ بلاستي عابر للقارات على أوكرانيا منذ بداية الحرب. ماليزيا وفيتنام تتفقان على تعزيز التعاون والسلام في بحر الصين الجنوبي. وصلنا إلى ختام النشرة، في أمان الله.